السلام عليكم. في خبر هام اليوم، مقبرة جماعية بميدل تستنفر الأمن والنيابة العامة وهزة أرضية قوية بمدينة مكناس. قبل ما نبدأ المرج والاشتراك في القناة ودعمنا بلايك. استنفر العثور على مجموعة مكونة من 6 جماجم وعظام بشرية، كل المصالح الأمنية بمختلف تلاوينه، وتفيد المعطيات المتوفرة بأن الجماجم ماست والعظام البشرية تم العثور عليها في مقبرة جماعية بنفوذ الجماعة الترابية لمبلاد دائرة ميدلت بعد التبليغ الذي توصلت به مصالح الدرك الملكي. وبعد نبش المقبرة تم وضع الجماجم والعظام في أكياس خاصة وتم نقلها إلى مستودع علمي مختص، وفي مقابل ذلك فتحت النيابة العامة تحقيقاً مفصلاً في الواقعة. في مقابل ذلك أعطى وكيل الملك تعليمات لإجراء تشريح طبي على الجماجم والعظام التي ما تزال مجهولة للتعرف على أسباب الوفاة ومعرفة أصحابها. وأكد مصدر أمني أن الأبحاث ستتواصل قصد الوصول إلى حقيقة الرفاة المكتشفة بهذه المنطقة، وأوضح أن الارتسامات الأولية تبين أنها تعود إلى فترة الثمانينيات من القرن الماضي. وفي الخبر الثاني، أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 3.5 درجات على سلم ريشتر صباح الأمس بإقليم مكناس. وأوضح المعهد في نشرة إنذارية أن هذه الهزة التي حدد مركزها في جماعة الدخيس التابعة لإقليم مكناس وقعت على الساعة 58 دقيقة و54 ثانية صباحاً. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة التي سجلت على عمق 13 كيلومترات وقعت عند التقاء خط العرض 33.961 درجة شمالاً وخط الطول 5.480 درجة غرباً. وفي النهاية لا تنسوا دعمنا بالاشتراك لو عجبكم المحتوى، ولايك لكي تدعمونا عشان نقدم محتوى أحسن.